ازاي بنفرق بين تحدب عادي مش محتاج حاجة وبين تحدب محتاج عناية طبية سواء جراحة أو علاج؟ بناء على عوامل كتير منهم درجة التحدب. يعني لو درجة التحدب دي أكتر من 70 درجة فمعنى كده إن ده غير متناسق مع الشكل الطبيعي بتاع العمود الفقري، وده هيعمل مشاكل مع الوقت. أو تحدب موجود في جزء المفروض ما يكونش فيه تحدب، يعني في الجزء بتاع العمود الفقري من تحت ده المفروض يكون فيه تقعر مش تحدب. لو لقينا فيه تحدب معنى كده إن ده لازم يتعالج. أو نلاقي فيه تآكل في الفقرات بشكل معين، فده بتدينا إيحاء إن التحدي ده هيزيد مع الوقت أكيد، فلازم نتدخل بيه بصورة أو بأخرى. التحدب اللي مش محتاج بقى علاج اللي هو بيبقى سموث أو ماشي كده مع الشكل الطبيعي بتاع العمود الفقري، بيبقى زايد شوية، لكن ده مجرد محتاج لايف ستايل موديفيكيشن، يعني تعديل سلوكيات. يعني نقعد بطريقة أحسن، نقف بطريقة أحسن، نقوي عضلات ظهرنا. وده طبعا محتاجين فحص عشان نقدر نقيم أنت في النوع ده ولا في النوع ده. لو حد عنده أي استفسار أنا تحت أمرك.